السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مسا حضراتكم في كل مكان وفي كل زمان. يا جماعة، المطلقة مش فريسة سهلة. يا جماعة، المطلقة بني آدمة زي أي بني آدمة عادية جدا. يمكن الظروف اضطرتها انها تتحط في مواقف خارجة عن ارادتها، او تتحط في مواقف هي مش يعني ما كانتش تتمناها في يوم من الايام. الرك هنا بقى على الراجل او اشباه الرجال اللي بيبصوا للمطلقة على انها صيدة يترمي لها طعم وهي هتغلط، ان هي بأقل القليل لازم ترضى، اصلها خارج بيت، اصلها اي ظروف هتضطر بيها. لا يا جماعة، ما تتحسبش كده ابدا. الركي هنا على الست اولا ان هي تحط نفسها في مكانة عالية، وتحترم نفسها قبل كل شيء، وتحدد هي عايزة ايه، علشان لو هي حطت في دماغها ان هي هترتضي بأي حاجة وبأي ظروف وبأي راجل، اهو يضل حيطة بدأ احسن من ضل حيطة والسلام، هتتعب وهتفشل حياتها للمرة التانية. الرك هنا ان هي تبقى محددة هي عايزة ايه. هي حددت محتاجة ايه، عايزة ايه، وجالها واحد يبص لها بصة انه بيتمناها. طب انا اخدها ازاي؟ طب انا مش عايزة اكون زوجة تانية، ومش عايزة ادخل على اولاد، ومش عايزة ادخل في بيت عيلة، ومش عايزة ارضى بظروف مادية قليلة. هل عشان انا خارج بيت يبقى لازم ان انا ارتضي بكل ده؟ لا طبعا، مين قال الكلام ده؟ ست زي اي ست، زوجة زي أي زوجة، هتبقى أم زي أي أم، مفيش حاجة ناقصاها. أنت عارف إنها مطلقة، ارتضيت بيها، خلاص اقعد اتكلم معاها، شوف ظروفك وظروفها، شوف هي عايزة إيه، شوف هي محتاجة إيه. حسيت نفسك كفء ليها إن أنت تقدر تعوضها، وإن أنت تقدر تنسيها اللي فات، وإن أنت تقدر تديها الأمان اللي هي محتاجة له، ادخل بقلب جامد وما يهمكش. انما لو انت داخل تتسلى وتلعب وتهرج، وان انت نفسك تحصل على حاجة، فبالتالي بترمي طعم، بترمي الشبك، زي ما تلقطها زي ما ترتضي. لا، ما ينفعش، ما ينفعش بكل السبل. للأسف في بعض الرجال، أو نقول أشباه الرجال، بي بيعيشوا عيشة مش عيشتهم علشان اللي قدامهم ترضى بيهم، بيظهروا بصورة مش طبيعتهم. ممكن واحد وهو قاعد كده يطلع نفسه منفصل عن مراته، وهي لسه عامله له دقيقة بامية باللحمة في البيت قبل ما ينزل يقابل الأستاذة اللي عايز يخطبها أو عايز يتجوزها. ممكن واحد تاني يطلع مراته متوفية. ممكن واحد تالت يطلع مراته منفصلة، او انها مشلولة عندها شلل رعاش، وهي لسه قايمة شايله له الشقة منفضاها ونكتاله الدولاب ومروقه له ومذاكرة للعيال وعامله له كل الحلو كله، يقولك دي مشلولة وما بتدينيش يا حرام حقوقي ومقصرة معايا، فانا من حقي كراجل ان انا اتجوز. هتسمعي قصص وهتسمعي حكايات ليها العجب. الرك هنا عليكي، الرك هنا ان انت تحطي عقلك في راسك وتستوعبي وتحددي للمرة ألف انت عاوزة ايه. الراجل ده هيناسبني ولا لا؟ الراجل ده هيكون محترم في كلمته معايا وهيلتزم بيها ولا لا؟ الراجل ده هيعيشني في مستوى كويس، مستورة على الأقل، وهيعوضني عن المرار اللي أنا شفته في حياتي الأولى ولا لا؟ احسبيها كويس وحطي في اختبارات كتير. ويا ريت اللي يقولك مطلق قولي له فين قسيمة الطلاق، واللي يقولك انا ارمل قولي له فين شهادة الوفاة، واللي يقولك مراتي مشلولة وعندها شلل رعاش قولي له فين الشهادات الطبية بتاعتها. ويا ريت لو تعرفي تشوفيها شوفيها، عشان فعلا تتأكدي من كل كلمة هو بيقولها. لو انكر وتهرب منك، اعرفي فيه ان كل كلامه ده كذب وملوش لازمة. عوضي حياتك بحسن اختيارك، عوضي حياتك وعيشي حياتك الجديدة بترتيب أفكارك وبترتيب أولوياتك، انت عايزة ايه. ويا ريت تختاري الراجل اللي يكمل معاكي مش يكمل عليكي. السلام عليكم.